السادة الزملاء الأخوة مسؤولي شؤون الطلبة ومدير المدارس، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنعمل استمارة الإحصاء الرسمي، وهسيب لك رابط تحميل الاستمارة دي في الوصف أسفل الفيديو. استمارة إكسل. عشان نحمل الاستمارة دي هسيب لك رابط في الوصف أسفل الفيديو. هنضغط على استمارة الإحصاء مثلا ابتدائي. هننتظر فقط لمدة حوالي 50 ثانية. ننتظر عداد الثواني لما ينتهي، وأنا هسرع الفيديو طبعا عشان وقت حضرتك. بمجرد انتهاء عداد الثواني أما بيحولني مباشرة إلى رابط ميديا فاير. بضغط على الرابط داونلود، بيتم تحميل الملف. بضغط على كلمة داونلود، بيحمل معايا الملف زي كده وهو فتح في المجلد. ده إحصاء ابتدائي. افتح الإحصاء. كل اللي أنا أعمله إن أنا أعمل طبعا تمكين التحرير، وبعدين هغير بيانات المدرسة. مثلا دي اسم المدرسة هتتغير، اسم المدرسة طبعا هنغير اسم المدرسة، وطبعا هنغير الرقم التعريفي والإدارة والكلام دوت. هنا احنا بندخل بيانات اللي هي البنين والبنات فقط. يعني أنا بدخل هنا مثلا 15، هنا ادخل مثلا 20. بيتم تغيير الارقام بالشكل تلقائي. جميع الارقام بتتغير. الخلايا دي طبعا محميه، مش هينفع تعدل فيها. هي هتدخل فقط الخلايا اللي باللون الابيض اللي هي البنين والبنات. وطبعا هنا هندخل برضو اللي هو المسلم والمسيحي. طبعا اللي هو حسب النوع بيتحسب لوحده من هنا. يعني انت بتدخل هنا البنين والبنات وهو بيحسب لوحده هنا. يعني لو دخلت هنا مثلا 30 وهنا مثلا 20، هتلاقي هنا يحسب لي النوع، بيحسب لنا العدد لوحده 30 و20. وندخل هنا مثلا 10 وهنا ندخل مثلا 15. هتلاقي هنا بيغير الارقام لوحده. هنا مثلا 50 و25 يبقى 75، وهكذا. لو انا غيرت باقي الخلايا اهوت هغير معايا بشكل تلقائي. تمام. وهنا نفس الكلام. لو انا غيرت البيانات هنا هغير طبعا المسيحي والمسلم والكلام دوت. وليكن مثلا هو زي مثلا هنا المسيحي والمسلم البنين والبنات. مثلا المسلم البنين والبنات اهوت، والمسيحي مثلا برضو هنخليهم مثلا وليكن مثلا العدد بتاع الباقي دوت. طبعا انت تدخل البيانات من واقع المدرسه بتاعتك، وبعد كده بندخل الفصول. مثلا 75 يبقى فصلين، 57 برضو فصلين، وهكذا. وهو بيجمع عدد الفصول بشكل تلقائي. وبعدين بتكتب هنا طبعا الخلايا دي مش محميه، بتكتب اسم. وطبعا الخلايا دي مش محميه، بتكتب هنا اسم مسؤول شؤون الطلبه ومسؤول الحكومه الالكترونيه ووكيل المدرسه ومدير المدرسه ولو في باعتماد من الاداره. وبعدين بنضغط على فايل وبرنت، ملف طباعة، بيطبع معايا الصفحة بشكل عادي. طيب لو أنا عايز مثلا أطبع الحاجات دي باللغة العربية، بروح على قائمة ستارت. لو أنا عايز أطبع الحاجات دي باللغة العربية بروح على قائمة طبعا، بروح على قائمة ستارت وبضغط على كنترول بانل لغة التحكم، ومنه بختار لانجويج وريجيونال اوبشنز، وبختار فورمات. ومن فورمات أما نختار Arabic Egypt اللغة العربية مصر. وهنا اديشنال بنختار هنا ناشونال وابلاي اوكي. وبروح للملف هنا كده. الملف هنلاقيه باللغه العربيه. تمام. وبعدين بنعمل طباعه للملف، فايل وبرنت. طبعا بتدخل اسم المدرسه والمسلسل المدرسه والرقم التعريفي لو انت عايزين البيانات دي. وبعدين بنضغط على طباعه وبنطبع الملف بشكل عادي خالص. ده بالنسبه للتعليم الابتدائي. بالنسبة لملف التعليم الإعدادي يبقى نفس الكلام. ملف التعليم الإعدادي اهو، نفتح الملف زي كده بالظبط، برضو نفس الكلام. هندخل الأرقام هنا وهو يعدل معانا نفس كل البيانات. اكتب لك رابط تحميل الملفات دي في الوصف أسفل الفيديو. يا ريت لو كنت استفدت من الفيديو تدعمني بعمل سبسكرايب للقناة وعمل إعجاب بالفيديو وعمل شير ليصل لأكبر عدد من السادة المعلمين. شكرا لكم. كان معكم مستر سالم.